برشلونة يقصي أتلتيكو مدريد ويذهب إلى نهائي كأس الملك ويضرب موعد في كلاسيكو جديد مع ريال مدريد. برشلونة استحق الفوز، لربما ممكن في فروقات كبيرة جدا في برشلونة بين الشوط الأول والشوط الثاني بحكم مجريات المباراة وبحكم ظروف المباراة. شوط أول مثالي جدا كان بكل شيء بالنسبة لبرشلونة. الشوط الثاني كان سيء؟ لا، ما كان سيء، ولكن طبيعة أتلتيكو مدريد، حاجة أتلتيكو مدريد اللي بيلعب على أرضه، اللي طلع متأخر بالشوط الأول وهذا المستوى الهزيل اللي قدمه أتلتيكو مدريد، كان لابد من أنه نشاهد ردة فعل من أتلتيكو مدريد وأيضا ردة فعل من جانب برشلونة. إدارة للمباراة بمنتهى الاحترافية من المدرب فليك. بعض اللاعبين والعناصر على أرضية الملعب قدموا مباراة بطولية ومباراة بصراحة كبيرة جدا بالنسبة لبرشلونة. لم يفز برشلونة بنتيجة كبيرة، ما فاز بثلاثية، ما فاز برباعية، ولكن في النهاية عمل الأهم، فاز من بعد ما تعادل على أرضه من أرض أتلتيكو مدريد في هذا الملعب الصعب في هذه الأجواء الصعبة جدا وتأهل إلى النهائي. احنا محظوظين جدا بمشاهدة برشلونة، بمشاهدة فليك، بمشاهدة هذه الكوكبة من النجوم، وبنفس الوقت محظوظين جدا بمشاهدة كلاسيكو جديد. الله أعلم في كمان كلاسيكو في نهائي دوري الأبطال ولا لا؟ السؤال بسألك إياه، من هو نجم اللقاء؟ وانتظرونا بعد قليل في تحليل على قناتنا على اليوتيوب تكتيكات كرة القدم. تنساش تخلنا لايك.